والفضيحة وصلت العالم كامل. احنا طلع بيتنصب علينا. فضيحة جديدة للبراندات على التيك توك. ما تقولوليش مازال ما سمعتوش بها، باسكو فريمون كراف لواحد الدرجة اللي من بعدها غادي تفهم باللي عقلك نتايا كان مغسول. العالم كامل وقف مصدوم في آخر 48 ساعة. دارت ضجة ماشي غير في الصين، بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا ودول عربية. الصين قررت ان هي تصدم مهاويس البراندات العالمية. الحقيقة صدمة وحشة قوي. في مصانع بالصين قررت ترد على حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، وعم بيصوروا فيديوهات وينشروها ويفضحوا التكلفة الحقيقية للماركة. الماركات العالمية الكبرى كتصاوب كلها في الصين. Saying made in China, the bag can never be luxury. ماركات فخمة كتصنع برخة وكتباع بثمن غالي. كريزي. ماركات ب10,000 درهم كتصاوب فقط ب400 درهم. الصين فضحت البراندات دي وقالت ان هم بيعملوا عندهم المنتج اللي بيعملوه، سواء كان الشنطة او الشوز او التيشيرت او اي حاجة، بتتعمل عندهم بتكلفة قليلة جدا جدا، وتتباع لنا وبعد ما بيتحط عليها اللوجو بتاع البراند بآلاف الدولارات. كريزي. مواد مستعملة وجلد صناعي ماشي جلد طبيعي. ثمن الإجمالي لتصنيع كل وحدة ما بين 280 حتى 390 درهم مغربية. يعني ممكن تبقى حاجة تكلفتها مش معدية $100 وحضرتك بتدفع فيها بال4 وال5 وال10,000 دولار عشان بس هي من براند الفلاني. الصين أكدت إن كل حاجة في المنتج معمولة في الصين، الأيدي العاملة صينية، الجلود المستخدمة صينية، الأكسسوارز اللي ممكن تكون محطوطة على المنتج نفسه برضو صينية. قال اللي وقع في 2025 هو أول أزمة ثقة حقيقية في العالم ديال الفخامة. زعزعت الثقة عند المستهلكين، خصوصا الدول العربية اللي ولات كتشوف بلي الماركات رمز للنجاح والرقي. بيركن اللي بتنباع ب $38,000 تكلفة إنتاجها طلعت $1,000 بس، واللاجينج تبع لولو لمن اللي حقه $100 ب$6 بس. حتى كبسولات تايد تبع الغسيل الكيس $1 بالصين بينباع ب$13 بأمريكا، و90% من بضاعة زارا من حول العالم مصنوعة بالصين. ملايين المشاهدات على هالفيديوهات يلي عم تتصور بقلب المصانع الصينية وبتورجيكم البضاعة من وين جاية. هلأ عن نفسي ما صدمت، بس معقول بعد كل هاد بتضل الناس تشتري الماركات؟ كريزي. الناس كيشتروا الحلم، ولكن واش هذا الحلم فعلا كيستحق هذه المبالغ طائلة؟ بريستيج، الشعور بالفخامة، الإحساس بأنك أنت مختلف، النظرة اللي كيهضروا بها الناس عليك ملي كيشوفوك مثلا لابس الفيتون ولا ديور. الماركات العالمية تسمى باللغة الصامتة التي تقول الكثير بلا كلمات. فقط يكفي أن تظهر ساعة رولكس على معصمك، هذه ليست رولكس، أو أن تحمل محفظة لوي فيتون على كتفك، أو أن ترتدي شالا من بربري، وربما تضع نظارة من كريستيان ديور، حتى تقول الكثير عمن تكونه. وضمن هذه المعادلة الاستهلاكية كلما ارتفع سعر القطعة التي يرتديها الشخص دل ذلك على المكانة الاجتماعية والطبقة المادية التي ينتمي إليها. واش هاد البراندات كتستاهل الثمن؟ واش هذه هي النهاية ديال الماركات الفخمة؟ مقاطع الفيديو الصينية تلك كانت حديث السوشيال ميديا، وهذه بعض التعليقات. إيميلي تقول: من السهل جدا على هذه العلامات التجارية الفاخرة دحض الشائعات التي تقول إن منتجاتها مصنوعة في الصين. أظهروا لنا دليلا على وجود مصانعكم في بلدان أخرى حيث تصنعون المنتجات من البداية إلى النهاية.